بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفات مطبخ انا ومامتي. آه، هنعمل النهاردة اكلة يعني عزيزة على قلبي قوي. وكل طبعا البيوت المصرية عارفاها، وهي أكلة مصرية أصيلة، ألا وهي الشكشوكة. طبعا كل واحد له طريقة في الشكشوكة، في ناس بتعملها في حمص، وفي ناس بتشيل الحمص خالص، في ناس بتعملها حار، وفي ناس بتعملها باردة، في ناس بتعملها بصلصة أو سادة. آه، عامة هي دي تعتبر الطريقة الأصلية بتاعة الشكشوكة. مكوناتنا بسيطة، عبارة عن بصلة كبيرة متقطعة صغير، عبارة عن معلقة كبيرة صلصة طماطم، عبارة فلفل عن فلفل وطماطم متقطعين، دول طماطمتين متوسطين، وده قرن فلفل واحد بس. والناس اللي بتحب الحراق تقدر تضيف قرن فلفل شطة. وده آه، آه، ده نص كيلو، اسفه ده ربع كيلو حمص طبيخ، بيتجاب من عند العطار عادي جدا، وممكن بيبقى في السوبر ماركت في الاكياس المغلفه بالاسامي التجاريه. ده ربع كيلو منقوع في ميه سخنه بقاله نص ساعه، او لو انت مش عايز تنقعيه في ميه سخنه هتنقعيه لمده 3 4 ساعات في ميه عاديه. وده ليه؟ علشان يبقى يعني يبقى سريع السوى، واحنا بعد ما بنحطه على البصل. ومعانا اخر حاجه البيض طبعا حسب عدد افراد اسرتك. الفرد بياكل بيضتين او واحده، انتي ادرى باسرتك. آه، هنحط اول حاجه البصله على زيت آه، سخن. دي ما نحطش، دي ما تنفعش فيها الاكله دي يا جماعه سمنه، هي بتتعمل بزيت آه، عباد. طبعا احنا عارفين ما ينفعش زيت الزيتون يتقدح، على الرغم ان هو صحي، بس بيتقلب لضار اذا اتحط على النار وقدح، وكذلك زيت الذره. دي حته بصله كبيره، هنشوحها لغايه لما تدبل كده وتصفر. مش عايزينها اغمق من كده، احنا مش عايزينها تقليه. المنظر ده. طبعا الشكشوكه ما بتتاكلش جنبها اي حاجه غير عيش فقط لا غير. آه، يعني ما فيش لا رز ولا مكرونه ولا الكلام ده، بتتاكل بعيش، جنبها بقى ترشي، جنبها سلطه، يعني كل واحد وذوقه. طماطم مع الفلفل بعد ما البصله اخدت اللون بتاعها اللي احنا عايزينه. كده هنحط الحمص، بسم الله. زي ما قلنا بعد ما نقعناه نص ساعه في ميه سخنه، او عايزاه تنقعيه في ميه عاديه بتنقعيه لمده 3 4 ساعات. في ناس بتحب الاكله دي الحمص بتاعها قليل، يبقى ممكن تحطي اقل من كده في الكميه. وفي ناس بتحبه كمان اكتر من كده، طبعا كل واحد على حسب الرغبه بتاعته. تمام. دلوقتي هنحط الصلصه، وهنحط ميه سخنه من الكاتل علشان نسيب الحمص يكمل سواه قبل ما نحط عليه البيض. هنحط عليها الميه تستوي. بسم الله.
بس كده هنسيبها تستوي، هنوطي عليها وما تستوي هنرجع لكم. كده بعد ما عدى تلت ساعة بالظبط هنلاقي ان الحمص استوى. طبعا انا بس فاتني ان انا اقول لكم ان انا حطيت قبل الميه، سوري بعد الميه، الملح والفلفل. طبعا دي حاجات اساسيه، مش ما فيهاش جدال يعني. اوكي، ما بتحتاجش اي بهارات تانية. هنبتدي كده ايه، نعمل آه، حفره كده اهو زي الحفره للبيض، وعشان نطقشه فيه. بسم الله. المنظر ده كده. نحاول نوسع للبياض عشان ياخد راحته. تمام. حط حبة فلفل، بس كده. نسيبها 5 دقايق كمان، وقبل ما نطفي عليها هرجع لكم. كده خلصنا. في ناس بتحب تدخلها الفرن تاخد وش، وفي ناس بتحب تاكلها كده كده. خلاص انا بالنسبه لي كده تمام. بنطفي عليها وبنكون مثلا مقطعين بس ايه والبقدونس كده اهوت عشان الشكل. وممكن برضو كزبره خضراء على فكره، بتدي طعم حلو قوي وريحه حلوه قوي. بس كده اهوت. ودي كانت وصفتنا النهارده لعمايل الشكشوكه. يا رب تكون عجبتكم وبألف هنا وشفاء، ويا رب اسمع كومنتاتكم اذا كانت عجبتكم ولا لا. شكرا، واشوفكم في الوصفه الجايه ان شاء الله.